عشان كده دي بقى كلمتين للستات. اوعوا يا ستات تقولوا للراجل اللي عايز يتجوز تاني ما تتجوزش. بالعكس انا بقول لك صريح، يعني بقولها لك نصيحه صريحه، والله 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 بتقللي من نفسك لما يجي لك واحد فاهم الرجوله غلط ويكون معتقد انه رايح يتجوز تاني لمجرد انه عايز يكسرك. لا، انت المفترض يكون عندك من الثقه في نفسك. روح يا حبيبي اتجوز زي ما انت عايز، اعمل اللي انت عايزه، انت مش رايح تعمل حاجه غلط فروح. لكن مش كل شويه تقول لي انا هتجوز عليكي، انا هعمل واسوي. صح. لا يا باشا، اتفضل. مش انت راجل وتعرف تتجوز؟ روح اتجوز. انت شايف ان انا انت كتير عليا واحمد ربنا وما اعرفش ايه، وان انت بتدور على دي، ان دي فيها الصفات اللي انت بتدور عليها؟ اتفضل يا باشا روح اتجوزها. في اللحظه دي انت هتبقي في مركز قوه لانك حطيتيه قدام نفسه، بغض النظر هو هيروح يتجوز ولا لا. بس في اللحظه دي انت نفسك بقيتي في مركز القوه، لان هو اول ما هيبدا يبص هناك هيبدا يقيم نفسه بجد. هو انا لو رحت اتقدمت لفلانه دي توافق عليا؟ اول ما تجيله الفكره بتاعت هي هتوافق عليا ولا لا، هيبدا يبص عند نفسه يقول طب ما انا الحمد لله معايا اللي موافق عليا. ان انا ممكن اروح هناك واترفض، معنى ان هو اترفض يبقى انت عايز بس اللي هناك بس مش هم مش عايزاك. عايزين. خلاص يبقى انت جاي بتعاملني انا وحش ليه وتقول لي احمدي ربنا؟ ما التانية اهي الحمد لله ده ربنا نجدها نوسه. اهلا بيكم، معاكم احمد الحارس، وهنا بنتكلم عن ازاي تحسنوا من العلاقة كل يوم عن اللي قبله. استمتعوا بحلقة النهاردة. الاستخسار. الاستخسار. اه. ماشي. ساعات بنكمل في علاقات لمجرد ان احنا مستخسرين الحلو اللي الطرف ده بيديهولنا حتى لو احنا ما بندوش. يعني انا مكمل في علاقة لان الطرف مستخسر التاني الطرف بيعاملني التاني برضه كويس. فاهمني وبيعمل لي اللي انا عايزه اه. وبيتمنى لي الرضا ارضى. اه. سواء بقى راجل او ست. وفي علاقات برضه كونسبت الاستخسار ان هي بتستخسر تدي مشاعر او بتستخسر اه. تدي على اساس ان طب اقلل شويه، ما انا طول ما انا قافل الحنفيه الطرف التاني بيدوس بنزين اكتر. بيحاول يرضيني الاستخسار بقى في يعني. العلاقات سواء ان انا استخسر شخص اه فاحطه فانا في الدايره مكمل معاش. بتاع اه يا عشان نهار انا ابيض. بستفيد منه، مم. وان انا بستخسر ان مشاعري انا ادي. وبستخسر ان انا ابذل في العلاقه. والله هي يعني هنقسمهم اتنين زي ما قلتي من شوية، ان في حد بيستخسر انه يسيب شخص لان الشخص ده بيعمل له كل حاجة. اه. الحد ده لو واقف عند احساس الاستخسار معناه ان هو انسان غير سوي. ليه؟ المفترض ان لما الطرف التاني بيعاملني بطريقة كويسة زي ما انا حابب، ده المفترض انه يحببني فيه، او على الاقل يخلي فيه بيني وبينه مودة ورحمة، ان انا ابقى مبسوط ان انا ما معاه. هو انا مش مبسوط منه نسبه 80%، هو بيرضي احتياجاتي الاساسيه بنسبه 50%. ما هو انا مش بحبه او ما هو. هو بالمناسبة لو افترضنا ان اللي انت بتقوليه صح، طب اولا انا اخترت الشخص ده ازاي؟ لان كانت ثانيا مميزاته كبيره ساعتها. يبقى مش 50. ما هو لو مميزاته كبيرة يبقى مش 50. ثانيا طب انا بقدم ايه في المقابل؟ ثالثا هل انا حاطط مقارنة في دماغي هي اللي مخلياني معتقد ان الطرف التاني مش بيكفي كل اللي انا بدور عليه؟ رابعا هل انا بعمل للطرف التاني الحاجات اللي المفروض انا اكون بعملها ولا لا؟ فلو الشخص واقف عند حتة اصل انا مستخسر الشخص ده في حد تاني، فهو عبارة عن شخص اناني. انا شايف ان الطرف التاني ده كويس، فانا اناني فعايز ابقى مستفيد من ان هو كويس. لا انا بشوف انا بعمل ايه، لا انا بحاول ان انا اغير المشاعر اللي عندي تجاهه، لا انا حتى غالبا يعني لا انا حتى بقول له شكرا على اللي انت بتعمله. لا انا كل الحكايه ان انا بسبب انانيتي الزياده انا مستخسر ان الشخص ده يضيع، فانا مكمل معاه. ولما بكمل ازاي؟ بكمل عن طريق ان انا بعمل له اقل القليل الحاجات اللي مخلياه بس يكمل معايا في العلاقه، لكن مش بستثمر فيها اي حاجه. يبقى دي انانيه بحته. طب نرجع بقى كده تاني ان بيبقى الانديكيشن بتاع الاستخسار ده من الاول خالص ان بيجي لنا حد في مواصفات وليكن طيب وكويس ومحترم وكل حاجه، بس شكلا ما فيهوش التفصيله اللي انا عايزاها. ماشي. فانا هاخده علشان طبعا انا مش هينفع ارفض شخص كامل عشان بس تفصيله مثلا مش طويل، مش وسيم شويه، مش اه. التيب اللي انا بحبه، بس في ماشي. المقابل كويس ومحترم وبيعملني كويس. فانا خدته علشان انه الباكج فرصه. كان ساعتها اه. كويس. نفس الطريقه مع الراجل، يقول لك هي ماشي. كويسه وطيبه ومحترمه واهلها كويسين كده، بس ما فيهاش مقومات الجمال اللي انا عايزها ماشي. فباجي بعد كده خلاص في وقتها انا كنت بختار علشان ان المواصفات دي كانت تناسبني وقتها. اول امم. بقى لما بنتجوز
فخلاص بقى، ما هو احنا فبرجع بقى هنا ادور على الحاجات اللي ماشي، ناقصه، انا فاهم اللي افتكر بتقوليه. الحاجات الكويسه استخسرها. طب ايه ماشي، بقى؟ ما انا هقول اهو، انا فاهم اللي انت بتقوليه، بس ما ينفعش نخلط ما بين حاجتين. الحاجه الاولى الطريقه اللي انا بختار بيها، وان انا اكون باصص اساسا للاختيار ده ان هو فرصه لا تعوض. المشكله ان الناس بتخلط ما بين الاتنين دول في ايه؟ المفترض ان انا بكون حاطط شويه صفات انا عايزها في الطرف التاني. في حاجات من الصفات دي بتكون صفات اساسيه مش هقدر ان انا استغنى عنها. في حاجات تانية بقدر اتناقش فيها، اخد ودي واحاول ان انا اغير منها. وفي حاجات تالتة مش بالضرورة تكون موجودة أصلا لأنها مش بتفرق معايا. الكلام ده بيكون موجود بالنسبة للراجل أو الست. أي حد وهو جاي يختار المفروض إن أنت بتركز قوي على الصفات اللي مفيش عنها أي تنازل، وبتقدر تتفاوض في الصفات اللي ممكن تاخد وتدي فيها. ما دون ذلك ما بتبصلوش. مم. ما ينفعش بعد ما أنا ألاقي اللي أنا كنت بدور عليه وبالنسبة لي حاجة أساسية، واتناقش او ارتضي الحاجات اللي فيها اخد وعطا، اجي بعد كده اقول لا اصل هو ما كانش فيه الحاجات اللي انا بدور عليها، او هي ما كانتش فيها الحاجات اللي انا بدور عليها. ليه ده ما ينفعش؟ لان انا كده عمري ما هرضى، عمري ما هوصل لمرحله ان انا اخد حد اقول فيه كل اللي انا بدور عليه. ليه؟ لان مفيش اي حد كامل من كل حاجه، مفيش اي حد مكتمل حتى من كل حاجه. فاللي احنا بنعمله ان احنا بنشوف الحاجات الاساسيه اللي احنا عايزينها، وبنحاول ان احنا نتناقش في الحاجات اللي ممكن فيها اخد ورد. دي اول حاجه المفروض ان احنا بنتحرك بيها واحنا رايحين نختار. لو انا بعد ما اختار هبص بنفس المنطق اللي كنت بتتكلمي عنه من شويه، ان انا لقيته فرصه كويسه فاستخسرت يروح من ايدي، او لقاها فرصه كويسه فاستخسر ان هو هي تروح من ايده. ايه العيب ان شخص يلاقي ما انا حد هقول يقول ان اهو، هو فرصه؟ ثانيه بس هقول اهو، ان انا ببقى بتعامل ان الشخص ده خساره ان انا اضيعه من ايدي، يبقى انا دائما وابدا هكون باصص للشخص ده انك تحمد ربنا ان انا وافقت عليك. ليه؟ لان انا داخل العلاقه عشان بدور على استفادتي، ما دورتش ولا حتى سالت نفسي طب الطرف التاني ده مستفيد ايه. انا بدور على اللي انا عايزه. بما اني مش عايز احس ان انا اللي مقصر، فهبدا ان انا عامل الطرف التاني من مبدا فتحمد ربنا ان انا وافقت عليك، انت تحمدي ربنا ان انا اتجوزتك. المبدا ده بيتكون جوه الدماغ من الطريقه اللي انا اساسا اخترت بيها. لاني لو فعلا كنت بختار بطريقه صح وبدور على الصفات اللي انا عايزها، هحمد ربنا اول ما الاقي الصفات اللي انا عايزها، ومش هشغل بالي باي حاجه تانية. فعمري ما هقول ده خساره، او ان انا ما ينفعش اسيبه اصل انا لقيته فرصه. لا بالعكس، انا المفترض يوم ما بلاقي شخص في الصفات اللي انا بدور عليها بكون فرحان، بقول الحمد لله انا لقيت اللي انا بدور عليه. مم. لكن مبدا ان انا اقول ده فرصه ما ينفعش تضيع من ايدي، او دي فرصه ما ينفعش تضيع من ايدي، يبقى انا حاطط نفسي في مرتبه عقليا، حاطط نفسي في مرتبه اعلى منه، فهبدا اتعامل معاه من مبدا احمد ربنا. وده اللي سبحان الله يعني، ده اللي بيحصل في العلاقات اللي بتتبنى بالطريقه دي. ليه؟ انا ما بقدملوش اي حاجه وهو يحمد ربنا ان انا موافق، لان في نظري انا متغاضي عن حاجات كتير قوي. انا بس وافقت عليه عشان كان في واحد اتنين تلاته، لكن انا متغاضيه عن واحد اتنين تلاته. والراجل بيقول لنفسه نفس الكلمه، ده انا بس اخترتها عشان فيها واحد اتنين تلاته، وانا برضو متغاضي عن واحد اتنين تلاته. طب ايه اللي يخلي طرف يكمل في علاقه وهو عارف ان الطرف التاني ده احنا هنا بقى مش بنتكلم عن الشخص اه، اللي مستخسر، بنتكلم احنا على هنا الطرف بقى لو التاني في بقى. حد واقع بقى في الخايه دي، ان في حد مستخسر يسيبه في نفس الوقت مش محقق له احتياجاته وطول الوقت بيتهمه بالتقصير. بصراحة أنا أنصح أي حد إذا أدرك إن هو في علاقة من دي إن هو يسيبها أيا كانت، لسبب صغير قوي. مبدأ إن دائما وأبدا الطرف اللي معايا ما بيقدمش حاجة بل شايف إن هو كتير عليا، يبقى هنا عمره ما هيحاول إن هو يرضيني. لأن المبدأ اللي هو بيتحرك منه إن أنت اللي المفروض ترضيني وتحمد ربنا إن أنا مكمل معاك. فلو افترضنا ان لا قدر الله ست لقت نفسها في مكان، او لقت نفسها في علاقه مع راجل هو من جواه وبمعاملته بيبين لها ده، من جواه او قالها لها بيقول صراحه، ده انا بجح. انتي مش الطيب اللي انا كنت امال عايزه. اخترت ليه؟ انت كده يعني انت كده عندك من الانانيه والغباء ان انت رايح تقول للزوجه اللي انت اخترتها انا ما كانش المفروض اختارك. على اساس ايه انت منتظر منها معامله كويسه؟ على اساس انت منتظر ان لا هي تحاول بالعكس، ده هي ترضيك؟ المفروض ان هي تحاول ترضيني علشان خلاص انا تنازلت اهو ايوه عن أهي، اللي بصي قلتيها عن اللي ازاي، انا بصي شفتي قلتيها انا ازاي؟ تنازلت. انا تنازلت؟ لا انت ما تنازلتش. انت شخص بالغ وعاقل ورحت اخترت. ما تجيش ابدا تحت اي ظرف من الظروف تيجي تقول لي انا اتنازلت لما وافقت، او لما انا اتنازلت لما رحت خطبت.
لا يا باشا، انت مش حد ضربك على ايدك، وانت كست برضو ما تقدريش ان انت تقولي نفس الكلمه دي، انا اتنازلت ووافقت عليك. لا، مم. لو انت شايفه ان انت اتنازلتي الباب يفوت جمل، ولو انت شايف ان انت اتنازلت خليك راجل بقى، يا اللي ما بتتنازلش انت خليك راجل ورجعها بيت اهلها. مم. لكن ان انتوا تبقوا بتتحركوا من المبدأ بتاع ان انا فوق واحمد ربنا يا اللي معايا ان انا وافقت عليك او مخليك معايا، لا. اما بقى الطرف اللي هو يعتبر هنا، اللي يعتبر هنا هو اللي بيتصرف بالطريقة الصح، بس للأسف وقع في حد بالأنانية اللي اتكلمنا عنها دي. أنا بقولها تاني، إذا أدركت أو أدركتي إن أنتوا موجودين في علاقة فعلا بيتم فيها استغلالكم، لأن ده الحقيقة، دي حقيقة الأمر، إن بيتم استغلالكم بكل الطرق دي، إذا تقدروا تخرجوا من العلاقة دي اخرجوا. ليه بقول إذا؟ لأن في بعض الظروف ممكن يكون في أولاد، ممكن ما يكونش في أهل، ممكن الاستثناءات كتير. لكن في الوضع العادي إذا فعلا أي حد يقدر يخرج من العلاقة دي يخرج. طب ليه يخرج؟ طب ما ممكن يخليه مكمل ويقفل الحنفيه اللي الطرف التاني احنا بيقول كده عليها احنا بقى بنعامل، استخسار. ما انا كنت لسه هقول لك، احنا كده بقى بنعامل بالمثل. انا كده زي ما وقعت في انسان سيء بقيت انا كمان انسان سيء. طب لو لا، انا افترضنا انا هنا مش سيء، انا برد هنا حاجه بحاجه. لا، انا مش برد، انا بعرفك قيمتي. لا، ما هو بالمناسبه تعريف القيمه مش بان انا اكمل، تعريف القيمه بانك تتحرم من كل ده اصلا. ما انا هحرمك بس مش لا، مش هوقف هحرمك وانت العلاقه. قاعد. ما يمكن لما احرمه يفوق شويه اللي هو فيه لا العكس، او انت يعرف عارفه، قيمته. انت عارفه اللي هيحصل مع الشخصيه اللي احنا بنتكلم عنها دي لو الطرف التاني اللي معاه بدأ يحرمه ايه؟ مم. هيأكد الفكره اللي جواه، ده انا كنت صح، ده انا لما وافقت واتنازلت ورحت خطبتك او اتجوزتك، بص انت عملتي معايا ايه؟ لان هو اساسا من البدايه باصص من فوق. يعني هنا مش قفلان الحنفيه هيخلي الطرف اللي قدام بالعكس، يحس بقيمته، اللي هو ايه ده، العكس يا تماما. الحاجات اللي كانت بتعملها ما بقتش بتعملها، اللي يفتقدها هيتأكد اللي هيتأكد جواه هي الفكرة اللي هو أساسا باني عليها الاختيار، اللي هو اللي اوريدي هو احمدي مصدقها. ربنا، اه. ده أنا كمان لما وافقت أنت يا معرفش إيه، لما وافقت عليكي دلوقتي بتعامليني كذا. فيبقى الغرور عنده يزيد أعلى. يعني مش ولو كونسبت ست نفس يعرف الكلام، قيمتي. لا خالص، ما هو اللي بيعرف القيمة هنا إن خلاص مفيش أصلا. لكن إن في يبقى إحنا موجودين في نفس العلاقة وكنت بعمل حاجات أبدأ إن أنا أقللها، بالظبط. أنا كده هثبت له أو هثبت لها الفكرة اللي موجودة عندهم. عشان كده أنا بقول إن لو حد لقى نفسه في حاجة زي دي، الحل الامثل ان هو يسيبها. افترضنا لا قدر الله ان هو ما يقدرش يسيبها، يبدا يطالب بحقوقه زي ما الطرف الثاني بيطالب بحقوقه. يعني ايه؟ احنا هنا دلوقتي لسه قايلين ما ينفعش ان انا اوقف اللي انا بعمله او ابدا ان انا استخدم نفس الاسلوب، عشان اللي هيحصل عند الطرف الثاني انه هيتاكد الفكره اللي في دماغه. فانا المفترض هنا بقى احط رجلي على الارض كده واطلب حقوقي كامله مكمله. يعني فرضا لو راجل هو اللي مستخسر مراته، يعني هو اللي بيعاملها للاسف بطريقه مش كويس، انا بقول لزوجته دي اطلبي كل حقوقك زي ما المفروض انك تاخديها. يعني ايه؟ كلام كويس، معامله كويسه، لازم زي ما انت بتعملي يكون هو بيعمل، لازم زي ما انت بتحسسيه ان هو راجل وزوج والكلام ده كله يحسسك ان انت زوجته وست الكل و ابدأي اتعاملي معاه ان زي ما انت بتعملي اللي هو شايف ان دي حاجه كويسه، هل عشان كده هنا مستخسرك. الصح ان انا اطالبها وش اللي هو انت لازم تحترمني، انت لازم طبعا انت لازم طبعا تبطل ان انت تبص على الناس. صح. لك احنا لما بنقعد في قعده بيبتدي عينيه تروح على كل الناس اللي الصفات اللي هو كان بيبقى، وكانها رسائل ضمنيه اللي هي ايه، صح. هي دي اللي انا كان نفسي فيها. اهو دي انت لو كان حاجات نفسك ما فيها، بيبقاش غير الطرفين بس هم اللي بيفهموها. ايوه انت لو كان نفسك فيها وكنت انت تنفع للناس دي كان زمانك متجوز منهم. هي المشكله هنا ايه؟ ان تملي الطرف اللي بيبقى مستخسر الناس ده بيبقى شايف نفسه فرصه لا تفوت، مش بيكون شايف الطرف التاني هو اللي فرصه، لا بيكون شايف نفسه فرصه. يعني مثلا تعالي نجيب المثال ايه ده ده، على هو اللي راجل. بيبقى فاهم نفسه فرصه. تعالي نجيب المثال ده على راجل عشان الصوره توضح. لو قلنا دلوقتي ان واحد اتجوز بالطريقه اللي حكيناها من شويه، وان هو بيقول لها احمدي ربنا، وانا بس عشان انت فيكي الصفات الكويسه اللي كنت بدور عليها فانا استخسرت ان انت تروحي لحد تاني واتجوزتك. تمام. هو من المبدأ ده نفسه بيقول انا كتير عليكي، اعتقاده في دماغي ان انا كتير عليكي. لكن على الجانب الاخر لما يبدأ يبص لاي واحدة تانية، اعتقاده الخاطئ في دماغه بيقول ان انا كتير. لكن هل هو في عين الناس التانية دي كتير؟ لا، لانه لو كان فعلا في عين الناس التانية دي كتير وهم شايفينه زي ما هو بغروره شايف نفسه، كان زمانه اتجوز واحدة من اللي هو بيحلم بيهم. لكن هو ممكن يكون راح اتقدم واترفض، ممكن يكون اساسا مش منظور، يعني مش متشاف من الستات اللي هو بيدور عليها. فما ينفعش ان هو بعد ما يكون غروره بيقول له ان انا وانا وانا واحده توافق يرجع بعد كده يقول لها ما اعرفش ايه. عشان كده اللي اساسا بيكون مستخسر ده بيبقى هو شايف نفسه انا فرصه ما تفوتش. انت عشان كده تملي بيقول لها الكلمه بتاعت ايه؟ انت احمدي ربنا ان انا وافقت، انت احمدي ربنا ان انا اتجوزتك. لا، ليه؟
ايه الاعتقاد اللي مديك في دماغك ان انت فوق للدرجه اللي تخليك تقول لها انت احمدي ربنا؟ بالعكس، انت لو كان الوهم اللي في دماغك ده حقيقي كان زمانك متجوز غيرها. اقول لك كان زمانك متجوز معاها يا عم، مش هقول لك انك مش متجوز الشخصيه دي، لا انت متجوز ما معاها هو واحده برضه من اللي انت بتحكي عليهم. بيحجج لنفسه يقول لك ايه، ان دول ما كانوش مناسبين. لنفسه. احسن كلمه قلتيها، لنفسه. هو بيكذب على نفسه. ما هو طالما هم مش مناسبين، ليه جايب اللي مش مناسبه وحاططها مقياس انا عايز للمناسبه؟ حته منها، ثانيه مش ثانيه ثانيه مش ثانيه ثانيه الباكج ثانيه كلها. حلو، يبقى انت ليه جايب اللي مش مناسبه وحاططها هي مقياس للمناسبه اللي معاك؟ لو انت كنت بتدور على الحته دي بس ما كنتش اتجوزت اللي معاك، صح؟ لو كانت الحته دي اهم من الصفات بتاعت الست اللي معاك في البيت ما كنتش اتجوزتها. يبقى انت نفسك بتقول ان الست اللي انا اتجوزتها احسن كتير من اي حاجه انا ببص عليها بره، صح ولا لا؟ صح. بس انا ما اقدرش اقول كده بقى، هو يعني ما يقدرش يقول الكلمه دي ليه؟ عشان هو عايز يحسس نفسه ان انا اللي فوق. عشان كده تملي بيعاملها من مبدأ احمدي ربنا. احمدي ربنا. وعشان كده لما يبص زي ما انت قلتي من شويه بيبقى بيبص عشان يبعت لها رساله ضمنيه، ده بصي ده دي فيها اللي انا كنت بقول لك عليه. طب ماشي يا حبيبي، اتفضل روح اتجوزها. عشان كده دي بقى كلمتين للستات، اوعوا يا ستات تقولوا للراجل اللي عايز يتجوز تاني ما تتجوزش. بالعكس انا بقول لك صريح، يعني بقولها لك نصيحه صريحه، والله 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 بتقللي من نفسك لما يجي لك واحد فاهم الرجوله غلط ويكون معتقد انه رايح يتجوز تاني لمجرد انه عايز يكسرك. لا، انت المفترض يكون عندك من الثقه في نفسك. روح يا حبيبي اتجوز زي ما انت عايز، اعمل اللي انت عايزه، انت مش رايح تعمل حاجه غلط فروح. لكن مش كل شويه تقول لي انا هتجوز عليكي، انا هعمل واسوي. لا يا باشا اتفضل، مش انت راجل وتعرف تتجوز؟ روح اتجوز. انت شايف ان انا انت كتير عليا واحمد ربنا وما اعرفش ايه، وان انت بتدور على دي ان دي فيها الصفات اللي انت بتدور عليها؟ اتفضل يا باشا روح اتجوزها. في اللحظه دي انت هتبقي في مركز قوه لانك حطيتيه قدام نفسه، بغض النظر هو هيروح يتجوز ولا لا، بس في اللحظه دي انت نفسك بقيتي في مركز القوه. لان هو اول ما هيبدا يبص هناك هيبدا يقيم نفسه بجد. هو انا لو رحت اتقدمت لفلانه دي توافق عليا؟ اول ما تجيله الفكره بتاعت هي هتوافق عليا ولا لا هيبدا يبص عند نفسه يقول طب ما انا الحمد لله معايا اللي موافق عليا. ان انا ممكن اروح هناك واترفض، معنى ان هو اترفض يبقى انت عايز بس اللي هناك مش عايزاك. خلاص يبقى انت جاي بتعاملني انا وحش ليه وتقول لي احمدي ربنا؟ ما التانيه اهي الحمد لله ده ربنا نجدها نوسه. ده المبدأ اللي بنصح بيه اي ست واقعه لا قدر الله مع واحد بيفكر بالطريقه دي. يوم ما يكون ماسك الجواز من واحده تانيه سلاح عليكي، وقعي من ايده السلاح ده. اتفضل. مش بتقولي له هنا الباب يفوت جمل، بتقولي له انت راجل وبتعرف تتجوز صح، روح اتجوز. روح اتجوز. المفترض ان اساسا الجواز التاني مش سلاح، الجواز التاني فطره. يعني ايه؟ الراجل بيكون عايز. اوعوا يا ستات تسمحوا ان راجل يستخدم ده لمجرد ان هو عايز يهددك بيه. هو مش تهديد، هو لا تهديد ولا عقاب ولا سلاح. وهو ده اللي ما خلى تحطيش نفسك. سمعه الجواز التاني سيئه، ان هو الله بقت ينور دايما عليك. مرتبطه بان فكره الله ينور ايه، عليك. لو ما ظبطتيش هروح اجيب لك واحده تانيه ما هو ما تظبطك. ينفعش المبدأ ده ان راجل يقوله ده غلط وان انت كست مستنيه انه يروح يمارس حقه في الجواز من واحده تانية عشان تعملي اللي المفروض تعمليه من الاول. ده برضه بيقلل منك. يعني مثلا واحده ما بتسمعش كلام زوجها وقال لها يا بنت الحلال انا عايز زوجتي تبقى بتسمع كلامي، تمام. ابتدت تعاند ففعلا راح اتجوز، سبحان الله في لحظه بقت بتسمع الكلام. طب ما انت كده بتعملي في نفسك ايه؟ ما كان من الاول. ما هو قال لك يا بنت الحلال اسمعي الكلام، انت اللي دفعتيه. وبالمناسبه للمره الالف هو ما راحش عمل حاجه غلط، لكن في نفس الوقت مين اللي زقه يعمل كده؟ في الحاله بتاعتك انت اللي زقتيه، فما تلوميش غير نفسك. فالطبيعي ان انت لا تخليه يستخدمه معاكي كسلاح، ولا اساسا انت اللي تزقيه ليه بافعالك. ممكن هو وانت بسم الله ما شاء الله ما فيش اي غلطه يروح يتجوز، ممكن يروح يتجوز، لكن في نفس الوقت طالما هو بيعاملك كويس ما تقدريش تقولي على حاجه غلط. لكن انت ما ينفعش تزقيه للدرجه اللي تخليه هو يستخدمه معاكي كسلاح. هنا انت بتقللي من نفسك. وبالنسبه للرجاله يا ابن الحلال ده لا تهديد ولا سلاح ولا حاجه المفروض ان انت بتضغط بيها. انت كده كده دي حاجه من حقك ممكن تروح تعملها، فلما تيجي تستخدمها قبل ما تاخد الحق ده اعرف انك محاسب على كل حاجه. انت اللي هتيجي يوم القيامه تتحاسب زي ما كنت بتتحاسب على دي هتتحاسب على التانيه. فخليك عارف ان القرار ده مش سهل لانك انت اللي شايل كل شيء، فما ينفعش تاخده لا في لحظه غضب ولا مجرد ان انت تكون معتقد ان انا بعاقب الزوجه الاولى بان انا اروح اتجوز
زوجة تانية. لا، انت مش بتعاقب، انت بتمارس حق، بس خليك عارف ان الحق ده قدامه مسؤولية قدامه كبيرة مسؤولية. وانت المسؤول عنها. مراتك ملهاش اي ذنب ولا اي شيء، انت المسؤول. لازم ان انت تتعامل مع الاتنين على الاقل المينيمم بتاعك، ان انت تكون بتعاملهم في كل شيء بالعدل. ما ينفعش ابدا ان بسبب انك تروح تتجوز تاني ان انت تضيق على بيت لحساب التاني. ايا كان ايه الحاجه اللي انت هتقدر تتفق عليها معاهم الاتنين، لازم الاتنين يكونوا راضيين، لان انت اللي هتتحاسب على الاتنين. فاذا لا قدر الله انت مش قد دي، يبقى كمل باقي الايه: فان لم تعدلوا فواحده. خليك عارف انك اذا ما عدلتش، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو خايف ان انت مش هتعدل يبقى خليك واحده، لان يا جماعه دي مسؤوليه مش قليله. وبعيدها تاني للرجاله زي ما بعيدها للستات: الجواز من واحده تانيه مش سلاح، الجواز من واحده تانيه مش عقاب، الجواز من واحده تانيه مش تهديد. فما تتصرفوش بالطريقه دي لمجرد ان الانسان عايز يحط غروره فوق الصح والغلط. لا، خلي انتوا الاتنين الصح والغلط فوق اي غرور ممكن الشيطان يقول لكم عليه. فنرجع تاني للي كنا بنقوله: اللي بيكون معتقد ان هو زيادة عن اللزوم على اي حد تاني هو اللي بيكون بيتعامل بالمبدأ بتاع احمد ربنا او احمدي يعني لو ربنا. حد وقع في دايرة احمد ربنا، لو الظروف مناسبة سيب للانفصال، الدايرة دي لكن مش خالص، اللي هو بقى فكرة ايه النصايح: اقلل اقفل بقى. احنا الحنفية، كده اعرفي قيمتك، اختفي، خالص اعمل ما خالص. كل ده ما بيغيرش، لان الطرف اللي احنا بنتكلم عنه اساسا جاي من احساس مزيف بالقيمه، فهيتثبت جواه ان ما هو انا كنت بقول كده لان انت بتعملي كذا، ما هو انا كنت بقول كده كده لانك انت كنت بتعمل كده. فاحنا كده هنأكد الحاجه الغلط اللي جواه. الحل النهائي هو البعد عن كل ده. ولو هزيد من الشعر بيت بقى: احنا المفروض بنشوف كل الكلام ده من ايام الخطوبه يا جماعه. انا عارف ان ممكن نكون بنتكلم كتير قوي عن الخطوبه، ولكن انا ابتديت احس ان الخطوبه الناس ابتدت توجهها لحاجه غير القصد بتاعها اصلا. الناس دلوقتي بقت بتحاول تقول ان الخطوبه دي خلي بالكوا ده احسن فتره هتعيشوها فاستمتعوا بيها. بالعكس، المفروض ان فتره الخطوبه دي مش هقول اسوأ فتره، ولكنها مش مهم فيها اي حاجه غير ان احنا بنعرف بعض، مش مهم فيها موضوع اي الاستخسار شيء. ده بيبقى باين جدا في الخطوبة، صح، ان هو طول الوقت بيتعامل من عمال، كده. طول الوقت ممكن ما بتتقالش صراحة، بس اللي هو ايه، بيوريها اشكال الناس اللي هو مثلا ميال ليهم. المقارنه، هي مثلا طول الوقت ايه، اصل فلان ده، عمل لخطيبته. حتى لو مش بيبقى مثلا الاشخاص مثلا، عشان ما اقولهاش ما انت بتقارني بنت خالتك، او لا بتقول مثلا شفت فلانه البلوجر الفلانيه اتعمل لها مش عارفه كده، بالظبط. شفت متجوزه مين، شفت، بتبتدي ان هي طول الوقت مش شايفه غير الناس اللي حوالين الشخص ده، او صح وهو برضو نفس الطريقه. صح. تقول لك انا مثلا في الخطوبه، هو مثلا طول الوقت بيأكد على ان انا مش هتخن بعد الجواز، ان انا اه مش عايز بالظبط. فطب انا، ايا كانت وبنكمل الحاجه، بقى. ما هو ده بقى اللي بالنسبه لي انا غريب، اللي هو بيبقى كل حاجه ظاهره وكل حاجه بتتقال. في ناس بيبقى عندها من الغمامه على العين ان كل حاجه بتتقال لهم مباشره، ولكن برضه بيكملوا ويرجعوا بعد كده يقولوا ده الجواز وحش وفيه وفيه وفيه. انا بقولها للناس كلها: يا جماعه الجواز مش وحش، المشكله في اشخاص فهموا الجواز غلط. هعيدها تاني: الجواز مش وحش، الجواز هو حاجة من الحاجات اللي موجودة في الجنة وهي موجودة على الأرض. لو تركزوا كلكم كده هتلاقوا إن مفيش حاجة من متع الجنة موجودة على الأرض غير الجواز، لأن كلنا في الجنة متجوزين. لكن كل حاجة تانية في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن الحاجة الوحيدة اللي احنا عايشين منها وهي موجودة في الجنة هي الجواز، لأن الجنة ما فيهاش عذاب. فمستحيل تكون الحاجة الوحيدة اللي من الجنة قاعدة معانا على الأرض تبقى وحشة. لكن اللي بيحصل إيه؟ الأشخاص نفسهم هم اللي فاهمين الجواز غلط، الأشخاص نفسهم اللي بيتعاملوا جوه منظومة الجواز بطريقة غلط، فبيبدأوا يصدروا للناس إن الجواز هو اللي وحش عشان ما يقدروش يقولوا إحنا اللي وحشين، أو إحنا اللي عملنا غلط، أو إحنا اللي اتصرفنا بطريقة مش يعني صح. اللي بيتم استخساره في الخطوبة يخلع، طبعا يهرب. طبعا طبعا طبعا. اهرب او اهربي دائما وابدا، لان زي ما قلناها قبل كده اللي بيحصل في الخطوبة هيتضرب في 100 بعد الجواز. الحلو اللي موجود في الخطوبة هيتضرب في 100 بعد الجواز، والوحش اللي موجود في الخطوبة برضه هيتضرب في 100 بعد والرضا في الجواز. الخطوبة هيبقى بيتضرب في 100 بعد الجواز، كل حاجة. ولا مع المشاغل وكده الناس بتقل العكس رضاها؟ تماما، المفترض ان الرضا برضه يزيد لسبب صغير.
انا كنت راضي بالطرف التاني ولسه مفيش حاجه تربطني بيه حقيقه. يبقى لما حاجه تربطني بيه هيبقى الرضا عامل ازاي؟ اذا كان انا كنت راضي لمجرد ان فلان راح قال يا فلانه عايز اتجوزك، ودخل البيت وقال لهم انا عايز اتجوز فلانه وانا صفاتي كذا ومؤهلاتي كذا وحياتي كذا، وهي قالت انا راضيه، او بالعكس هو راح البيت لان هو مرتضي الحاجه دي وشاف الكلام ده في الخطوبه وقال انا راضي، يبقى اللي هيحصل بعد الجواز ايه؟ المفروض ان يزيد. لكن هي الفخ اللي الناس بتقع فيه ان هم بدل ما بيشوفوا الشخص اللي معاهم بيبداوا يقعوا في المقارنات. المقارنات تجيب الاستخسار، الاستخسار يجيب الغرور ان انا اللي استاهل وانا ما اعرفش ايه. فبعد ما بنوصل للمرحله دي ببقى مستني ان الطرف التاني يعمل لي كل حاجه، وانا قاعد على العرش بتاعي بقول له لازم انت تحاول ترضيني وانا مش مطالب ان انا ارضيك في اي شيء. ليه؟ لان تحمد ربنا ان انا وافقت عليك. هي دي المشكله اللي بتحصل. لكن كل شيء بيكون باين في الخطوبه وكل شيء بيحصل في الخطوبه بيتضاعف بعد الجواز برضه فلا قدر الله اذا حد واقع في الاستخسار ده احنا قلنا له المفروض اللي بيفكر بالطريقه يعني دي. بدايه الاستخسار بتبتدي من المقارنه. صح، دي بدايتها طبعا. المقارنه بتهد اي حاجه. فاحنا دلوقتي قلنا للي بيستخسر انت المفروض تفكر بطريقه مش كده، لان انت فاهم الاختيار غلط والجواز غلط. ولا قدر الله لو حد بيتم معاملته بالاستخسار ده احنا برضو قلنا له المفروض يعمل ايه، وان بيكون في علامات في الخطوبه. فحاولوا ان انتم ما تقعوش لا في دي ولا في دي. بس نكمل الحلقات باذن الجايه. الله. ما تنسوش برضو اعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وهتلاقوا اللينكات في الديسكريبشن، واستنونا في حلقات جايه باذن الله. باذن الله.